لو عندك أكتر من فايل في برنامج الإكسل ومحتاج إن أنت تجمعهم في فايل واحد ولسه بتستخدم الطرق التقليدية في التجميع، فصدقني أنت فايتك كتير. تابع معايا في الفيديو ده عشان هقولك على طريقتين بستخدمهم بيوفروا عليا وقت ومجهود كبير. لو عندك مجموعة من الفايلات في برنامج الإكسل وأنت محتاج تعمل لهم تجميع في ماستر فايل واحد، فأنت في الغالب بتستخدم الطريقة التقليدية، وهي إن أنت تجمع كل نتيجة من النتائج اللي عندك وتعمل لها تجميع بالصورة اليدوية العادية. خليني في الفيديو ده أقولك على طريقتين أنا بستخدمهم هيوفروا عليك وقت ومجهود كبير. أول طريقة وهي إن أنا هستخدم معادلة sum، وهروح لأول فايل عندي وهلغي ال الابسوليوت ريفرنس ده. تاني فايل عندي تالت فايل عندي، وهستخدم الفلاش الفيل هاندل وهعمل لهم تجميع. دي أول طريقة، ودي تعتبر الأسهل لكن بيبقى فيها مشكلة. خليني أقول لك على الطريقة التانية وأقول لك إيه المشكلة اللي بتظهر معاك. الطريقة التانية اللي أنا بستخدمها وهي إن أنا بستخدم أمر consolidate في الإكسل، وهو إن أنا هروح للتاب الخاصة بداتا وهروح للجروب اللي هو الداتا تول وهختار consolidate. الريفرنس بتاعتي وهي البيانات بتاعتي الاد، وهروح للفايل التاني الاد، وهختار الفانكشن اللي انا عايز اعملها في الامر ده، وهختار ان انا الليبلز بتاعتي في الليفت كولوم، ودي هو هيعمل ماتش لكل عنصر من العناصر دي ويعمل الفانكشن اللي انا طلبتها منه. هنا طلع لي الريزلت بتاعتي زي ما انا طلبتها. هتلاقيه ان هو راح لكل فايل من الفايلات دي وعمل له تجميع. طيب الفرق بين الكونسوليديت والطريقة التانية اللي هي استخدام اللينك، هي ان كونسوليديت ممكن تساعدك وما تتقلش الفايل بتاعك لو انت بتتعامل مع بيانات كتير. كونسوليديت هو بيعمل سحب للبيانات بتاعتك من الفايلات اللي انت رابطها، والابديت ما بيتمش في وقت لحظي. يعني ازاي؟ هو اي تعديل في الفايلات دي هيسمع معاك تلقائي. لو انا غيرت الرقم ده وعملته 20، فلاحظ هتلاقي الداتا ابديتد لحظيا معاك. فدي ميزة وعيب في نفس الوقت ان هو بيتقل الفايل بتاعك. كونسوليديت بقى هتلاقي ان الريزلت بتاعتك ما اتغيرتش. طيب عشان اعمل ابديتنج للريزلت بتاعتي هرجع تاني للداتا تول وهروح لكونسوليديت واعمل اوكي، هتلاقي الرقم اتعدل معاك. فدي الفرق بين الطريقتين، وما بيتقلش معاك الفايل بتاعك وبيسهل عليك شغلك. شكرا.